اي حد عاوز يتحكم فيك هيحاول في البدايه انه ياثر على عاطفتك علشان ما تفكرش، لكن اللي عارف قيمتك وعارف قدرك هو اللي هيخليك تفكر، هو اللي هيقول لك فكر علشان تاخد قرار بوعي وما تندمش بعد كده. الوعي هو سلاحك الوحيد لما تحس ان في حد بيحاول يتلاعب بمشاعرك. اقف مع نفسك ثانيتين واسال نفسك هل ده منطقي ولا لا؟ وعلشان ربنا سبحانه وتعالى هو اكتر حد مهتم بينا وعارف قدرنا وبيحبنا، قال الله تعالى: افلا يعقلون افلا يتدبرون افلا يتفكرون. دعوة للتفكر والتدبر والتعقل، علشان ما ينفعش خالص ان احنا لاي سبب من الاسباب نعمل حاجة بدون وعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكن احدكم امعة يقول انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسأت. وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني الحاجة اللي مش عارفها ما تتكلمش فيها. وعلشان تتكلم فيها فلازم تروح تتعلمها وتذاكرها وتفهمها وتتفكر فيها، فيكون ليك حجة انك تتكلم فيها. ده غير كمان ان في مغالطة منطقية ناس كتير جدا بتستخدمها كل يوم او بتمارس عليها وهم مش واخدين بالهم منها. المغالطة دي هي مغالطة الاحتكام للعاطفة. فأرجوكم خدوا بالكم، لازم تعمل كل حاجة بوعي وتفكر، لأن الواضح دلوقتي إن ناس كتير جدا ما بقتش تفكر. ودلوقتي دورك. هل لاحظت قبل كده إن في حد كان بيحاول يأثر على مشاعرك علشان يقدر يتحكم فيك؟ ولا لأ؟ سلام.